قامت الصحيفة الإسبانية الشهيرة موندو ديبورتيفو بانتقاد الحكم الكندي درار فيشيرو بشدة، الذي أبان عن ضعف كبير وانحيازه السافر لنادي العين الإماراتي. وجاء في تقرير الصحيفة أن هذا الحكم كانت قراراته غير مفهومة بالمرة، وقد قدم الانتصار فوق طبق للعين، رغم أن المباراة هي شكلية فقط بعدما أقصي الفريقين من المنافسة المونديالية للأندية. وأشارت الصحيفة الإسبانية أن المباراة تحولت إلى ساحة جدل تحكيمي مثير بعد أن قام هذا الحكم بمنح الهدف الثاني للعين بعد مراجعته اللقطة عبر تقنية الفار، والهدف في الحقيقة غير صحيح بالنظر لارتكاب اللاعب بالآسيوس خشونة واضحة عندما رفع رجله وغرس إزرار حذائه برجل المدافع جمال حركاس الذي غادر المباراة يجتر إصابة قوية. وكانت اللقطة تستوجب طرد اللاعب العيناوي. وأكدت موندو ديبورتيفو أن ضربة جزاء التي سجلها لاباكوجو لفريقه العين مشكوك بها، وقد استغرب المتابعون قرار الحكم الكندي بمنح علامة الجزاء غير صحيح، حيث اعتبروا بأن احتكاك المدافع بوشتا مع لاعب العين عادية ولا تستوجب الخطأ. ووصفت الوسيلة الإعلامية الإسبانية ما قام به الحكم المذكور بلحظة عبثية، وأن قراراته التحكيمية تفتقر للمنطق. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.